أهلا بيكم في كلام جديد ليوم جديد في الأهلي اليوم، ومع كامل التقدير والاحترام لجماعة الإخوان المسلمين وإعلامها وإعلامييها وصحفها وبرامجها، إلا أنني أتوقف اليوم لأحتفل بذكرى ميلاد الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والمولود في 14 من أكتوبر من 106 سنة، أي 1906. ولست أتوقف لأحتفل وأهتم بذكرى ميلاد الإمام البنا لأنني من الإخوان أو لأن ذلك مفروضا علي، وإنما أتوقف وأحتفل بذكرى ميلاد مواطن مصري كان له دوره الكبير سياسيا واجتماعيا ودينيا ورياضيا أيضا. الإمام حسن البنا أحد الذين أدركوا حجم وقيمة ومدى تأثير كرة القدم، فكان من أوائل الذين التفتوا إلى هذه اللعبة في التاريخ السياسي المصري. وقرر حسن البنا أن يستغل كرة القدم وشعبيتها في إطار الدعوة لمزيد من الشعبية والرواج والتأثير لجماعة الإخوان المسلمين. الإمام حسن البنا أسس 99 فريقا كرويا كلهم يحملون اسم الإخوان المسلمين في مختلف المحافظات والمدن المصرية، وكان يقيم بينهم دورة كروية كل سنة يقوم هو شخصيا بتسليم كأسها للفريق الفائز، وكان دائما يقول لمساعديه ولأعضاء قيادة جماعة الإخوان المسلمين أن كرة القدم هي إحدى الأسلحة المهمة لجماعة الإخوان المسلمين. الإمام حسن البنا أيضا كان صديقا عزيزا وقريبا جدا لأحد نجوم الأهلي الكبار جدا، محمود مختار التتش. ورغم هذه الصداقة العميقة والدائمة، إلا أن حسن البنا كان لا يصر على حضور مباريات النادي الأهلي، وإن كانت الصداقة قد أدت إلى أن يصبح حسن البنا مشجعا أهلاويا، وبالتالي تحولت الجماعة إلى جماعة أهلاوية إن كنا نتحدث عن الشأن الكروي. معظم قادة الإخوان المسلمين ومعظم من أداروا شؤون هذه الجماعة كانوا يشجعون النادي الأهلي. أيضا يجب أن أتوقف أمام دروس كثيرة ممكن أن نتعلمها من الإمام حسن البنا في ذكرى ميلاده، ونؤكد أن حسن البنا حين اصطدم بالحكومة بحكومة حزب الوفد في بورسعيد قال حسن البنا لأصدقائه، وهذا منشور في تقارير سرية عن الإخوان المسلمين: سندخل بورسعيد رغم أنف حزب الوفد وحكومته ورغم أنف القصر مستعينين بكرة القدم. وقال حسن البنا كلاما كثيرا مماثلا في وقائع أخرى، لكننا لم نلتفت إلى ذلك أو لم نهتم بذلك، رغم أننا اهتممنا بما قاله عميد الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر حينما قال أن كرة القدم هي السلاح الدبلوماسي الأكثر فاعلية والأكثر تأثيرا والأكثر اقترابا من الناس، ربما لأن لدينا عقدة اسمها عقدة الخواجة، وحين يأتينا الكلام من خواجة مثل هنري كيسنجر نحتفل به ونسمعه ونتأثر به أيضا، بل ونقتدي به. أما إن جاء نفس الكلام وأعمق منه وأجمل من مواطن مصري مثلنا ملامحه تشبه ملامحنا، فنحن لا نبالي بذلك ولا نهتم ولا نحتفل أصلا بمن قال هذا الكلام. أنا على العكس تماما
أؤكد أن حسن البنا قال هذا الكلام قبل أن يقوله أي أحد آخر في العالم كله، وبالتالي أرد الاعتبار لحسن البنا رياضيا. كل الناس تعرف قيمة حسن البنا دينيا وسياسيا واجتماعيا، ولكنني اليوم في ذكرى ميلاده أرد له الاعتبار كرويا ورياضيا. وإن كنت أتصور أو أتساءل هل جماعة الإخوان المسلمين الآن تريد أن تحكم إدارة نادي الأهلي استجابة لوصايا الإمام المؤسس حسن البنا، أم أنها تريد ذلك ضمانا واستغلالا لشعبية النادي الأهلي في وسط عالم مصري سياسي متقلب فيه عواصف وفيه رياح وفيه أعاصير؟ على أي حال ليس هذا هو قضيتي اليوم، وإنما مجرد أن أحتفل وأن أهتم بذكرى ميلاد الإمام حسن البنا الذي لم يحتفل بذكرى ميلاده أي أحد آخر، لا من الإخوان المسلمين ولا من غيرهم. وحسن البنا يستحق مننا كلنا مثل هذا الاهتمام ومثل هذا الاعتزاز. وبهذا الكلام عن الإمام يبدأ كلامنا اليوم في الأهلي اليوم.